الذكاء الاصطناعي بقى جزء من حياتنا اليومية. بدأ يحصل فيه تطور رهيب وكل يوم بيظهر فيه حاجة جديدة. النهاردة هنتكلم عن موقع من المواقع القوية جدا في التصميم بالذكاء الاصطناعي. يلا بينا نشوف ايه هو الموقع ده في حلقة النهاردة. اهلا بيكم. الموقع اللي هنتكلم عنه النهاردة هو يعتبر بديل لموقع ميد جورني. ايه هو الموقع ده؟ الموقع اسمه ليوناردو اي اي. طيب تعالوا مع بعض كده بدون كلام كتير نشوف الموقع ده بيعمل ايه ونقدر نشتغل عليه ازاي. يلا بينا. دلوقتي احنا دخلنا على الموقع، بيفتح قدامنا بالمنظر ده. هسيب لكم اللينك بتاع الموقع في الديسكريبشن بتاع الحلقة تحت. يلا بينا نشوف الموقع بيعمل ايه ونقدر نشتغل بيه ازاي. الموقع الواجهة فيه زي ما انتم شايفين كده تقريبا زي مواقع كتير من مواقع الذكاء الاصطناعي. في عندنا اول حاجة على الشمال قائمة. القائمة دي ايه هي المحتويات بتاعتها؟ اول حاجة عندي بلاقي مكتوب في الجنب كده 150 وجنبها علامات زي علامات الكوينز. طيب ايه 150 دي؟ ال 150 دي الموقع بيديني حاجة اسمها توكنز. التوكنز دي يعني تعتبر كده حاجة زي النقط، انا بقدر استخدمها يوميا لما اجي اعمل تصميم على حسب كل تصميم عندي، وهنشوف مع بعض التصاميم بتاخد مني كام توكنز كل يوم. طيب في بقى حاجة كويسة قوي في الموقع ده، ان هو مديك كل يوم 150 توكن تشتغل بيها. يعني انا النهاردة مثلا خلصت عندي عدد التوكنز اللي موجودة، بكرة اقدر اجمع مجموعة توكنز كمان، او مش هجمع، هو الموقع هيديني مجموعة توكنز كمان اشتغل بيها. ممكن بقى بعد كده لو انا عايز ارقي الحساب بتاعي، او انا حد من الناس اللي هي شاطرة في الذكاء الاصطناعي وعايز ابدا اولد تصاميم جديده او اعمل تصاميم جديده، ممكن اروح داخل على ابجريد واشوف البلانز بتاعتهم، اقدر اشترك في انهي بلان مناسبه ليا. عندي طبعا دي اول بلان اللي هي الفري، دي اللي هي بتديك 150 توكن كل 15 ساعه. بعد كده عندي بقى البلانز حسب كل اختيار او حسب رغبه كل واحد في الاشتراك فيها، بتبدأ من أول $10 لحد $48. طيب تعالوا نرجع تاني للموقع بتاعنا. بعد كده بنلاقي هوم، بعد كده بنلاقي كوميونيتي فيد. كوميونيتي فيد دي بيبقى فيها التصاميم الجديدة اللي الناس عملتها. يعني النهاردة مثلا في ناس عملت مجموعة تصاميم جديدة باستخدامات معينة، بتبدأ تشوفها في الكوميونيتي فيد. طيب كل ده هنشوفه لسه مع بعض. في كمان البيرسونال فيد، ودي الحاجة الخاصة بيك، يعني دي بتكون عبارة عن التصاميم اللي انت عملتها، التصاميم اللي انت عملت لها لايك، الحاجات دي كلها. طيب تعالوا كده بقى بدون كلام كتير نقدر نشوف ازاي نقدر نعمل ديزاين جديد بالذكاء الاصطناعي من خلال الموقع ده. في عندنا زي ما قلنا هندخل هوم، هنلاقيه مديني حاجة اسمها فيتشرد مودلز. ايه اللي هي الفيتشرد مودلز دي؟ الفيتشرد مودلز هي عبارة عن ستايلز جاهزة بيديها لي الموقع، وانا ابدأ على اساسها اصمم حسب الستايل اللي انا عايزه. زي ما قلنا هتختار الستايل اللي انت حابب تصمم عليه وتبدأ تشتغل بيه. تعالى مثلا وليكن هنجرب اول واحد. هندوس كده هيروح قايل لك ايه هو الستايل ده، وايه الحاجات اللي الناس اشتغلتها بالستايل ده في الصور. تعالوا مع بعض كده نجرب ازاي نشتغل بيه. هندوس جنريت وذ ذس موديل، وهنبدا هنا نكتب البرومبت بتاعنا او نكتب الكلمات الدلاليه اللي على اساسها هو هيطلع لي التصميم. طيب انا محضر تكست كده هكتبه بسرعه علشان نشوف هيطلع لنا ايه وهيطلع لنا بالشكل ازاي وهياخد مننا كام توكن. قبل ما تكتب البرومبت وقبل ما تصمم هتلاقي في عندك هنا على الشمال number of images، يعني عدد الصور اللي انت عايز الموقع يطلعها لك. بتبدأ عندك من اول صورة واحدة لحد 8 صور، بس ال8 صور دي بتبقى للفئات اللي هي المدفوعة، فانت عندك من اول صورة لحد 4 صور، فحسب اختيارك. يعني هو انت لو اخترت صورة هيديك التصميم بصورة واحدة او بستايل واحد، بعد كده
حسب ما انت عايز تزود هو هيبدأ يديك اكتر من اختيار وانت تختار ما بينهم. تعالوا بينا نشوف البرومبت او الامر اللي احنا هنكتبه مع بعض هنا ايه علشان يطلع لنا الشكل اللي احنا عايزينه. طيب زي ما احنا شايفين احنا كتبنا الاوردر او كتبنا الوصف اللي احنا عايزينه يطلع بيه التصميم بتاعنا. هاجي هدوس على جنريت. طيب بص، هو بيقول لك التصميم ده هياخد منك 4 توكنز، انت اللي فاضل عندك 150. هتيجي تدوس جنريت، هيبدأ يعد حوالي تقريبا 20 ثانية وبعدين يطلع لك التصميم. طيب طلع لنا التصميم بالشكل ده بناء على المعلومات اللي احنا اديناها ليه. طيب خد بالك، انت لو جيت هنا على الشمال هتلاقي عندك قائمة في حاجة اسمها برومبت ماجيك وفي حاجة اسمها هاي كونتراست. الحاجات دي بتخليك انت التحكم كامل ليك في التصميم اللي بيطلع، او ان الموقع يبدأ يحط اضافات من عنده علشان يطلع لك شكل التصميم حسب تصوره. طيب بعد كده بتدخل تلاقي المقاسات بتاعت الصورة، في مقاسات جاهزة عندك او انت ممكن تتحكم في المقاسات مانيوال من التول سلايدرز اللي تحت دول. انا مثلا عايز الصورة تكون بحجم 16:9 او 9:16 بمعنى اصح. لو هنعملها فيرتيكال يبقى بالمنظر ده. انا اخترتها فيرتيكال تمام كده، وهروح قايل له جنريت. طلعت معايا الصورة بالمنظر ده. طبعا احنا بنعمل كذا محاولة وبنطلع كذا شكل وهنجرب كذا ستايل. تعالوا مع بعض كده نجرب نشوف ستايل تاني غير الستايل ده. هندوس مثلا هنا ونشوف اول اختيار اللي هو دريم شيبر فيرجن 5. هنروح دايسين عليه وهنروح عاملين جنريت. بيقول لك ان الصورة اللي انت هتعملها دي هتاخد منك 2 توكنز. هتقول له جنريت، هيبدأ يعد ويطلع لك الصورة بتاعتك. طلعت قدامنا بالمنظر ده. طبعا انت كل ما بتغير في الكلمات او كل ما بتزود كلمات هو بيبدأ يغير شكل التصور. انت حتى لو مغيرتش في الكلمات ودوستيرو جنريت مرة تانية هو يطلع لك تصور تاني غير اللي طلعه لك قبل كده. طيب تعالوا مثلا هنجرب كده جملة تانية مثلا ونشوف هيطلع لنا المنظر ازاي او التصور اللي هيطلعه هيكون عامل ازاي. طلع قدامنا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. احنا ممكن كمان نعمل حاجة ان احنا نعمل ابسكيلينج للصورة، يعني احنا نخلي بقى الذكاء الاصطناعي يعزز الدقة بتاعة الصورة ده لو انا استقريت على التصميم ده. طيب هاجي على العلامة دي هلاقي مكتوب HD Smooth Upscaler. هروح دايس عليها، هيبدأ يشتغل زي ما احنا شايفين ويطلع لي النتيجة النهائية بتاعة التصميم ده. ده الشكل النهائي بعد ما عمل upscaling للتصميم. طلعت بالمنظر اللي قدامنا ده. انا بس حبيت اوريكم الموقع او اعرفهولكم لو في ناس كتير متعرفوش. وكنا اتكلمنا طبعا قبل كده عن التصميم بالذكاء الاصطناعي سواء بقى في الفوتوشوب او في مواقع تانية. هسيبها لكم في الاي هنا او هنا، تقدر تشوفها لو انت حابب تعرف اكتر عن مجال الذكاء الاصطناعي. دي كانت حلقة النهاردة. لو انت تعرف مواقع تانية عن الذكاء الاصطناعي ياريت تسيبها لنا في التعليقات، ولو ما كنتش تعرف الموقع ده ممكن برضو تسيبه لنا في التعليقات وتورينا لو انت عملت بيه صور او عملت بيه شغل علشان كلنا نستفيد من بعض. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. كنت معاكم احمد المسلمي وتك الزرار. دمتم بخير.